بعد حرب 1948 وفضيحة الأسلحة الفاسدة وضياع فلسطين، ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة اللواء محمد نجيب وقيادة البكباشي جمال عبد الناصر. وفي 23 يوليو سنة 1952 قام التنظيم بانقلاب مسلح أبيض لم ترق به أي دماء، ونجح التنظيم في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحرارية في البلاد. وأذاع البيان الأول أنور السادات: اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر، وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية. أجبرت الحركة الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو سنة 1952، وتم تشكيل مجلس وصاية على العرش. ولكن إدارة الأمور كانت في إيد مجلس قيادة الثورة اللي كان بيتكون من 13 ضابط برئاسة اللواء محمد نجيب، كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار. ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو سنة 1953. كان قائد الحركة اللي سميت فيما بعد ثورة كان اللواء محمد نجيب، اللي تم اختياره من قبل الضباط الأحرار كواجهة للثورة لما يتمتع به من سمعة حسنة داخل الجيش، وكان اللواء الوحيد في التنظيم، وكان سبب انضمام كتير من ضباط الجيش للضباط الأحرار، وكان أحد العوامل الرئيسية لنجاح الثورة. لكن صراع السلطة نشأ بينه وما بين جمال عبد الناصر. استطاع جمال عبد الناصر أن يحسم الصراع لصالحه، وحدد إقامة محمد نجيب في قصر زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس باشا بداحية المرج شرق القاهرة لحين وفاته. وتولى جمال عبد الناصر بعد ذلك حكم مصر من سنة 1954 حتى وفاته سنة 1970، واستمد شرعية حكمه من ثورة يوليو. كانت ثورتنا انفجرت منا، كانت ثورتنا انفجرت منا للعبودية والرجعية، وأعلناها اشتراكية، وانت اللي هدتنا وبنت وحدتنا وجمعت شورتنا. كان أعضاء مجلس قيادة الثورة هم اللواء محمد نجيب رئيس، وجمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، ويوسف صديق، وحسين الشافعي، وصلاح سالم، وجمال سالم، وخالد محي الدين، وزكريا محي الدين،
وكمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادي وعبد المنعم أمين ومحمد أنور السادات وجمال حماد. انا شفت جمال والنبي عمار والدنيا حلوت قوي لما انا شفت جمال 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 والنبي عمار. كانت مبادئ ثورة 23 يوليو: القضاء على الإقطاع، القضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. هي دي كانت مبادئ ثورة 23 يوليو. كنت كويس. انا واحد سألني في معسكر الشباب بيقول لي انت اشتركت في الثورة عشان الحافز الشخصي. قلت له الحافز الشخصي ايه؟ ده انا طلعت يوم 23 يوليو والنسبة الكبيرة ان انا مرجعش. احنا كنا عدد قليل قوي، كنا 90 واحد 90 واحد. احتمال نرجع البيت او ما نرجعش، احتمال ما نرجعش اكبر قوي من احتمال نرجع. اذا ما كانش وازع شخصي ولا طموح شخصي، كانت تضحية وكانت ثورة. والواحد طالع عشان يموت، مش طالع علشان يكسب ابدا. دي المبادئ اللي طلعنا بيها، ودي المبادئ اللي خلتنا مشينا في السكة اللي احنا ماشيين فيها لغاية النهاردة. ولو كنا رحنا انضمينا لمجتمع الحفلات والطبقة وسرنا استمرار لتحالف الاقطاع مع رأس المال، بالنسبة لينا كان الموضوع، بالنسبة لينا شخصيا كان الموضوع يبقى أريح. ولكن طبعا لو كنا كده ما كناش ابدا فكرنا في الثورة، كنا مشينا. انا قبل الثورة كنت ضابط كبير في الجيش وعندي عربية وعندي عيلتي وعايش كويس وعندي ولادي، وبالنسبة لي انا ما كانش ينقصني حاجة كتير. كان لثورة 23 يوليو إنجازات كتير، إنجازات سياسية وإنجازات ثقافية وإنجازات تعليمية وإنجازات اقتصادية واجتماعية وإنجازات عربية وإنجازات عالمية. كان من أهم الإنجازات السياسية تأميم قناة السويس، استرداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي الاستعمار المعتدي، السيطرة على الحكم في مصر وسقوط الحكم الملكي، إجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر إلى إيطاليا، إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية، توقيع اتفاقية الجلاء بعد 74 سنة من الاحتلال، بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين، إلغاء دستور 1923 في ديسمبر سنة 1952، إعلان اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية في 18 يونيو سنة 1953 كأول رئيس للجمهورية المصرية. تم إقرار مجانية التعليم العام ومجانية التعليم العالي، ضعفت من ميزانية التعليم العالي، أضافت 10 جامعات أنشأت في جميع أنحاء البلاد بدل من 3 جامعات فقط، إنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية. دي كانت من الإنجازات التعليمية. ودرست تتمايل للفلاح ابو خير
من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية. تعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة اللي عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية. قضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها. تمصير وتأميم التجارة والصناعة اللي استأثر بها الأجانب. إلغاء الطبقات بين الشعب المصري. أصبح الفقراء قضاة وأساتذة الجامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحاميين. تغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري. قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل. حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي. قضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي. تم إنشاء السد العالي سنة 1971. وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح الناس. بس تحت حر الجبال والقلب كله حماس. بتفكر الرمل أنهار من دهب أسود، وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس. كان لثورة يوليو إنجازات عربية. وحدت الجهود العربية وحشدت الطاقات العربية لصالح حركات التحرر العربية. أقامت الثورة تجربة عربية في الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير سنة 1958. قامت الثورة بعد اتفاق ثلاثي بين مصر والسعودية وسوريا ثم انضمام اليمن. دفعت عن حق الصومال في تقرير مصيره. ساهمت الثورة في استقلال الكويت. قامت الثورة بدعم الثورة العراقية. أصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي، مما فرض عليها مسؤولية والحماية والدفاع لنفسها ولمن حولها. ساعدت مصر اليمن الجنوبي في ثوراته ضد المحتل حتى النصر وإعلان الجمهورية. ساندت الثورة الشعب الليبي في ثورته ضد الاحتلال. دعمت الثورة حركات التحرر في تونس والجزائر والمغرب حتى الاستقلال. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وكبه نعسان. ما فيهاش إلا الثور الكامل العصر العربي الإنسان. صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمان. كان لثورة يوليو إنجازات عالمية. تم تشكيل حركة عدم الانحياز مع يوغوسلافيا والهند، مما جعل لها وزن ودور ملموس ومؤثر على المستوى العالمي. وقعت صفقة الأسلحة الشرقية سنة 1955 واللي اعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالمي. كان للأزهر الدور الأبرز في نشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا وآسيا. دعت الثورة إلى عقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية في القاهرة عام 1958. هي دي ثورة يوليو. هي دي ثورة يوليو ومبادئ ثورة يوليو. مين اللي بيكره ثورة يوليو؟ تعالوا نشوف المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بيقول إيه. الذين يرفضون هذه المبادئ وهم منتسب يا اما من ابناء الطبقات التي اضيرت من اجراءات الثوره على المدى كده. يعني عندنا اول حاجه قانون الاصلاح الزراعي. طبعا الملاك اللي اخذت منهم الارض مع ان هم اصلا ما اشتروش الارض، دي كانت منح وعطايا من اسره محمد علي لحد اسماعيل، لكن ادعوا ان هم اشتروها فما اشتروش الارض. فطبيعي هنا لما تتحدد الملكيه لازم هؤلاء يبقوا ضد الثوره. لما الثوره نفسها في شهر سبتمبر نفس 52 تطلع قانون بتخفيض ايجارات المساكن 15%،
للبيوت اللي اتبنت من اول سنة 1942، يعني 10 سنوات. ومين هنا يفرح بالقانون ده؟ المستاجر. مين المستاجر؟ الموظفين والعمال. مين يزعل؟ الملاك طبعا. لكن دول نسبتهم قد ايه ودول نسبتهم قد ايه؟ ادي العبرة في الفهم. يطلع قانون تاني في اكتوبر من نفس السنة 52 بمنع الفصل التعسفي للعمال، لان اصحاب المصانع والشركات اللي هو القطاع الخاص ده كان يسأل نفسه صاحب المصنع لما يبقى السوق نايم اخر النهار يقول للعمال 3 4 5 مثلا ما تجيش بكره، خلاص انت مرفوض، استغنينا عنك، بدون اي يلاقي نفسه في الشارع دون تأمينات. ايوه، فمن هنا صدر على طول قانون منع الفصل التعسفي. بقى الفصل ده اذا اخطأ العامل يقدم للمحاكمة، ولما يتحاكم يبقى في عضو من اللجنة النقابية اللي في المصنع عشان تراقب المحاكمة. والعقوبات تبقى متدرجة، مش الفصل، في حرمان، في خصم، في كذا كذا كذا. دي كلها امور مين بقى اللي غضب منها؟ اصحاب راس المال. لما يجي في يناير 53 تتلغي الاحزاب السياسية اللي كانت بتتعامل مع الانجليز ولا تستطيع ان تقف امامهم، بل تقبل، بل النحاس باشا يقبل انه يبقى رئيس الحكومة بناء على امر السفير البريطاني مايس لامسون للملك فاروق في حادثة 4 فبراير 1942. طبعا لما تتلغي الاحزاب اللي مقسمة الشعب المصري الى صراعات لا معنى لها يزعل طبعا ابناء الاحزاب. لما يجي بعد كده يحصل صدام مع الاخوان سنة 54 ويتم اعتقالهم بعد محاولتهم اغتيال جمال عبد الناصر، مين يزعل؟ طبعا الاخوان. اخر حاجة في الاجراءات دي التأمين سنة 61 اللي حول الشركات الخاصة الى قطاع عام لمصلحة الجماهير التي تعاني من ارتفاع الاسعار وعدم ضبطها. هؤلاء الناس بقى اصحاب هذه المصالح واولادهم واحفادهم واتباعهم هم الذين ينتقدون الثورة ويقولون مصر قبل 52 كانت قربوا من فكره واحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم ايه؟ قلنا يا ساعتنا قلوبنا ايامنا ليالينا قلنا يا ساعتنا قلوبنا ايامنا ليالينا في يوم الدم وهبنا الدم هنبخل الليالي ليه في يوم الدم وهبنا الدم هنبخل الليالي ليه قلنا يا ساعتنا قلوبنا ايامنا ليالينا في يوم الدم وهبنا الدم هنبخل الليالي ليه والصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في ايديه الصورة الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في ايديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في ايديه الشعب ووطنه وزمن وعمله وأمله بطل أبو الشجعان الشعب ووطنه وزمن وعمله وأمله بطل أبو الشجعان